السلام عليكم متابعيني أصدقائي، أسعد الله أوقاتكم حبايب قلبي. بتجيني أسئلة كثيرة عن الكناري. مثلا فراخ الكناري شو ممكن نطعميها بس لتطلع من العش من عند الأهل، يعني طبعا يطلع ريشة وتطلع من العش. شو بدها تاكل؟ طبعا البزر ما راح نقدر نعطيهم البزر، نحن راح نحط لهم هون هيك، راح نحط لهم مثل ما عنا شايفين البزر بالعلب. تمام، يعني اللي هو الدخن تبع العصافير هاد. تمام، راح نحطه بالعلب. هو ما راح يقدر ياكله هلا بس، ولكن بديل البذور هي مؤقتا راح بنحط البيض المسلوق. نحط لهم البيض المسلوق يعني مشان ياكلوا منه، يتغذوا منه، لانه البذر هلا ما راح يقدروا يفصصوا البذره لانها قاسيه. تمام، فبنحط لهم هلا مؤقتا البيض المسلوق. تمام، بالنسبة كمان للخضروات لازم الخضروات تكون موجودة على طول. الفليفلة هي الفليفلة الخضراء، تمام، وما بتفرق الحمراء، وإن كانت حدة ولا حلوة ما في عنا مشكلة. إيه، الجزر، الفجل، ورق الجرجير، بس مؤقتا تقريبا لمدة 10 أيام. والأكل موجود تبعهم. هن بصيروا بياكلوا من البيض، كمان بصيروا بيعملوا محاولات إنه يكسروا من البزر، ياكلوا البزر تبعهم. مثل ما احنا شايفين هدول فراخ جداد ليك ولسه مو مكتمل الريش عندهم، هلا طلعوا من القفص. اذا ملاحظين طلعوا الريش لساته مو طالع. هيك بنعتني بالفراخ، فراخ الكنار، لحتى تصير تنفطم وتاكل لحالها اصدقائي، وتكونوا بصحة جيدة. وكمان بحب قبل ما انهي الفيديو لازم على طول القفص يكون نظيف، نعتني فيهم كمان. تمام أصدقائي، وأي سؤال أي استفسار فيكم تتواصلوا معي من خلال تعليقاتكم على القناة بإذن الله تعالى، وبيتم الرد عليكم. وكان معكم أخوكم أحمد أبو عمار، ولحد هون إن شاء الله تعالى نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وبشوفكم مواضيع ثانية. والسلام عليكم ورحمة الله.